هو انا اقول ولا ولا اشرح يعني؟ لا قول. انا طلبت استطراد. طيب اوكي. هو لا، كان قبلها اتخانقنا ان انا مش عايز اعمل الدور ده. واتخانقنا انا وهشام وشيكو، قعدنا مثلا اسبوعين ما بنكلمش بعض. هم اختاروا الادوار وسابوا لي ده، وانت هتعمل ده وخلاص. واللي اقنعني بقى وائل عبد الله، قعد معايا قال لي تعيش حمار ده احسن دور في الفيلم، ولو عملته صح هيبقى جامد جدا وبتاع. فقلت بص بقى انا هخش اعمله وهعمله للاخر، يا جت يا ما جاتش. فكان حلو. لا اتبسطت ان انا عملته. طيب لن اعود للعمل مع هشام وشيكو مجددا. زودي عليها سطرين كده في المرحله اللي جايه، يعني في المرحله اللي جايه بس. لا انا ما قلتش مش هشتغل مع هشام وشيكو تاني. انا قلت هشام وشيكو عندهم ارتباطات وانا عندي ارتباطات الفتره اللي جايه. احنا انفصلنا انفصلنا. انا ما بحبش اطلع احور على الجمهور واقول اي كلام. في انفصال والناس شافته في اعلانات وشافته في افلام. هم عندهم ارتباطات على مستوى الافلام وانا عندهم مسلسلهم وانا عندي مسلسلي. فتقدري تقولي بخبره الشغل في السينما وبتاع ان في سنتين مش هنتقابل غير في الفرنجه. انما فكره ان انا مش هشتغل مع هشام وشيكو تاني دي ما ينفعش تتعامل مع الغريب. يعني في ناس كتير قوي دخلت معاهم في مشاكل من اول ما دخلت الشغلانه، اقول انا مش هشتغل مع مش عارف وترجعوا تشتغل معهم. يعني لو ما كان في الارتباطات اللي عم تحكي عنها كان ممكن بالمستقبل القريب تشتغلوا سوا لو ما كان فيها الارتباطات. يمكن يعني مش بقول لك اي كلام، فعلا يمكن. الاستعداد واضح من قبلك، برايك اعتقادك معقول الاستعداد يكون موجود من عندهم هن كمان؟ كمان موجود. كنت بتمنى اطرح فيلم كلب بلدي بموسم مختلف عن موعد طرح فيلم احمد حلمي. خالص، نهائي نهائي نهائي. يعني بالعكس، انا يعني ممكن قبل المنافسه، يعني قبل نزول الافلام كنت خايف. 6